تخيلوا معي دولة تمتلك ثروات طبيعية هائلة من الغاز إلى النفط، مروراً بالمعادن والموقع الجغرافي الاستراتيجي. دولة، ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تستثمر بلا هوادة في ترسانتها العسكرية. إنها الجزائر، بلد يحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. رقم مذهل ومحير، لا؟ ما السبب؟ ولماذا كل هذا التسلح؟ هل هو لحماية الحدود؟ لمواجهة التهديدات؟ أم مجرد استعراض قوة في منطقة تعج بالتوترات؟ والأهم من ذلك، هل هذا الإنفاق الضخم فعال بالفعل؟ وهل الجزائر اليوم أقوى من جارتها ومنافستها التاريخية المغرب؟ دعونا نغوص في تفاصيل هذه المفارقة الجيوسياسية المعقدة. الأرقام الرسمية تظهر أن الجزائر تخصص ما يقارب 6% من ناتجها المحلي لقطاع الدفاع. هذا يعادل مليارات الدولارات سنوياً. وبالمقارنة، فإن دولاً مثل فرنسا وحتى بعض دول الخليج تنفق نسباً أقل. لكن في حالة الجزائر، الإنفاق لا يترافق دائماً مع الكفاءة أو الجاهزية القتالية. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، هناك مفارقة واضحة. رغم هذا الكم الهائل من التسليح، تبقى الجزائر في موقع هش استراتيجياً. فما السبب؟ أولاً، العقيدة العسكرية الجزائرية لا تزال تقليدية جداً، مبنية على مفاهيم قديمة مرتبطة بالحرب الباردة أكثر منها بالحروب الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا، الاستخبارات، والسرعة. ثانياً، جزء كبير من المعدات العسكرية مستورد من روسيا، وبعضها قديم أو غير محدث. وحتى الأسلحة الجديدة لا تدمج دائماً بسلاسة داخل النظام الدفاعي، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق والفعالية. ثالثاً، التكوين العسكري وإن كان قوياً من حيث الانضباط، إلا أنه لا يواكب دائماً الأساليب الجديدة في الحرب السبرانية أو الطائرات المسيرة أو الحروب غير التقليدية. هل يعني هذا أن الأرقام وحدها لا تكفي؟ يبدو الأمر كذلك. على الجانب الآخر من الحدود، يتبنى المغرب نهجاً مختلفاً تماماً. بالرغم من أن حجم الإنفاق العسكري المغربي أقل بكثير من الجزائر، إلا أن الرباط اعتمدت على التحديث والتنوع في مصادر الأسلحة. فالمغرب لا يعتمد فقط على روسيا أو الصين، بل يتعامل مع شركاء غربيين كبار مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. وقد استثمر في مجالات حساسة مثل تكنولوجيا الطائرات المسيرة، التي أثبتت فعاليتها في النزاعات الحديثة، الدفاع السيبراني لحماية بنيته التحتية الحيوية، التكوين العسكري مع الحلفاء الغربيين لضمان توافق المعايير والتدريبات، والتكامل الاستخباراتي لتعزيز قدراته في جمع وتحليل المعلومات. هذا ما جعل الجيش المغربي أكثر مرونة وتكيفاً مع التحديات الحديثة رغم محدودية الموارد. باختصار، المغرب يستثمر أقل، لكنه يدير أفضل. إنه يركز على الكيف لا على الكم، وعلى الابتكار لا على التكديس. القوة العسكرية لا تقاس فقط بعدد الدبابات أو الطائرات أو حجم الميزانية، بل تقاس كفاءة القيادة العسكرية التي تتخذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، الجاهزية القوات وقدرتها على الانتشار السريع والفعال، الروح المعنوية التي تعتبر محركاً أساسياً لأي جيش، القدرة على التحرك السريع والتكيف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة، والتحالفات الإقليمية والدولية التي توفر دعماً لوجستياً واستخباراتياً وسياسياً. اليوم نجد أن الجزائر تنفق أكثر، لكنها تنتج أقل على مستوى الأداء العملياتي والفعالية القتالية، بينما المغرب يركز على النتائج لا على الأرقام، وعلى بناء جيش عصري ومتكامل. هذا التباين يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل الاستقرار في المنطقة
الذي يمكن أن يهدده سباق تسلح غير متكافئ. احتمال وقوع سباق تسلح خطير يدفع البلدين نحو مزيد من الإنفاق غير المجدي، واحتمال أن تؤدي هذه المعادلة غير المتكافئة إلى توترات قد تتجاوز الحدود العسكرية نحو أزمات اقتصادية وسياسية عميقة. الاستثمار في الجيش يجب أن يترجم إلى سياسة دفاعية رشيدة، لا مجرد استعراض قوة. الجزائر تمتلك الإمكانيات المالية والبشرية والتاريخية. لك، هل تحسن استغلالها لتحقيق أمنها القومي بشكل فعال؟ في المقابل، المغرب يستفيد من شبكة تحالفات قوية وموقع استراتيجي ذكي وإدارة عسكرية مرنة أثبتت قدرتها على التكيف. وبالتالي، فإن السباق بين البلدين لم يعد حول من يشتري أكثر، بل من يفكر بشكل أذكى ومن يدير موارده بفعالية أكبر. هذه هي المعركة الحقيقية في القرن 21. السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا السباق المحموم نحو التسلح؟ أم سيدرك الطرفان أن استقرار المنطقة أهم من إثبات التفوق العسكري الذي قد يكون وهمياً؟ الجزائر بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية لتتماشى مع التحديات الحديثة، بينما المغرب سيواصل الاندماج في المعادلة الأمنية الغربية مستفيداً من الشراكات التكنولوجية والتدريبية. وفي النهاية، لا أحد يريد حرباً، لكن كما يقولون: من يهمل الاستراتيجية يدفع ثمنها مضاعف. وهنا يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح الجزائر في تحويل ملياراتها إلى قوة حقيقية على الأرض وفي الفضاء السيبراني؟ أم ستبقى رهينة لمعادلة مالية بلا فعالية عسكرية حقيقية؟ الزمن وحده سيكشف الجواب.